يا جماعه احنا قررنا هنعمل تحدي ال 72 ساعه صيام، هنقعد 3 ايام كاملين ما بناكلش اي حاجه. والفكره بقى ان التحدي ده انتشر في بلاد بره بقوه قوي، وبعض الناس كمان قعدوا بال40 يوم ما ياكلوش. الناس بتقول ان الموضوع فعلا مفيد، وناس تانية بتقول ان هو مضر جدا. فاحنا بقى قررنا ان احنا نجربه علشان نوصل لكم الصوره الحقيقيه، بس طبعا اهم حاجه ان انتوا ما تجربوش حاجه زي كده لوحديكم. النهارده هو 2 يونيو الساعه 8 بدأنا التحدي. بس قبل ما نبدا، اهم حاجه ان الفيديو ده كله هيبقى معمول على بارت واحد، فلو انتوا بقى بتحترموا حاجه زي كده ما تنسوش تعملوا لي فولو. احنا هنعمل التحدي ده واحنا مكملين حياتنا طبيعي، اللي هو هننزل، هنخرج، هنشتغل، هنلعب رياضه، هنعمل كل حاجه طبيعي. نمنا بقى وصحينا بحماس وابتدينا يومنا اللي ما فيهوش غير شرب ميه. وانا بقى من الناس اللي متعودين يفطروا الصبح، وتقريبا دلوقتي اول لحظه ابتدي اجوع فيها بجد. وقررت اول يوم اني انزل بالليل العب بادل، وكان عندي بقى الاحساس بتاع اللي هو لما تخلص تمرين او لعب وتطلع عايز تاكل اي حاجه قدامك. ومن كتر ما انا كنت جعان، تقريبا كل الفيديوهات اللي بقت بتطلع لي ليها علاقه بالاكل، فقررت ان كفايه بقى كده والواحد يخش ينام. دلوقتي الساعه 4:30 الفجر من اول ليله، كل شويه اقوم ناسي واقوم فاتح التلاجة بص جواها واقوم قافل تاني. هو الموضوع غريب شويه لاني بقالي سنين ما نمتش من غير عشاء. وصباح الخير يا جماعه، من تاني يوم انا صاحي ومش حاسس خالص باي نوع من انواع الجوع، بس فكره ان النهارده عندي شغل وايفنت ويومي طويل، اتمنى اعرف اكمل. وتاني يوم ده بقى كان تقريبا اصعب يوم بالنسبه لي. كان عندي فيه ايفنت فيه حركه وتنطيط وفرهضه، بس بالنسبه لي كانت اصعب حاجه لما كل الناس حواليا كانوا قاعدين بياكلوا وبيحلوا كمان بايس كريم. روحت بقى يوميها وكنت تقريبا وصلت لاوطى نقطه، خلاص ما بقتش قادر، مش قادر. فقلت اكلم مصطفى بقى فيديو كول اشوف عامل ايه. يا مصطفى، بص انا خلاص مش قادر، فكر نوقف ونقفل على طول على 48 ساعة. لا بص يا علي، بص اقول لك على حاجه. وهنا بقى مصطفى كان بيفكرني ان اكتر نقطة بتبقى صعبة دي اهم نقطة الانسان يتخطاها علشان يشوف نتائج بجد. وكمان واحنا بنتكلم عن حاسين بايه والصعوبات اللي واجهناها، الواحد جمع قد ايه احنا عايشين في نعمة مش حاسين بيها، وخلانا نحس اكتر بالناس اللي عندهم كوارث او عايشين في مجاعات او حتى مستنيين معونات. والكلام ده كله اداني طاقة ايجابية وحفزني، وقررنا احنا الاتنين ان احنا مكملين. وصباح الخير، تالت يوم. انا مش قادر اصلا اشيل الكاميرا. الساعه دلوقتي 4 الفجر، صاحي حاسس ضربات قلبي سريعه قوي، وبطني قاعده تعمل تقلصات كده مش عارف ليه، مع اني مش واكل. كان نفسي الصراحه اصحى الظهر كده بحيث اكون حرقت جزء كبير من اليوم، بس يلا هحاول اضيع اليوم في اني اقعد اشتغل والعب واحاول انام تاني لحد ما الساعه 8 تيجي. ويا جماعه هي الساعه خلاص 8 ل 10، وتقريبا انا جايب اغلى بطيخه في مصر مخصوص، بطيخه من غير بيز. بس قبل ما ناكل بطيخ تعالى نوزن ونشوف خسينا قد ايه. يلا بينا. وطلع بقى مصطفى على الميزان وكان ناقص 4.25 كيلو، وبعدين مفاجاه بقى طلعت انا على الميزان وكنت قالل 6 كيلو. بس اعملوا حسابكم ان جزء كبير من ده بيبقى ميه. وخلاص اهو فاضل 3 دقايق. عايز اسالك بقى سؤال، ترشح التجربه دي للناس؟ هو لو حد بيحاول يخس ما رشحلوش التجربه دي، بس لو حد بيعملها من مكان تحدي عايز يجرب يشوف اخره فين فممكن يعملها. الصراحه انا معاك في حته الخسسان دي. لو حد هدفه انه يخسر وزن، يفضل بقى يعمل صيام متقطع او يصوم عادي زي ما احنا بنصوم من الفجر لحد المغرب. يدخل ولو وجبه واحده على الاقل يبقى فيها مثلا فيتامينات وصدر فرخه شويه بروتين عشان يخس من غير ما يضعف او يأذي نفسه. ويا جماعه دلوقتي الساعه 8 وانا بجد مش مصدق، اخيرا هناكل. هنجرب اول قطمه بطيخ. بسم الله. بسم الله. ايه ده؟ حاسس بيه جوه بقي قوي. عايزين ما ناكلش كتير قوي بقى عشان بطننا ما توجعناش. مش قادر، انا حاسس ان انا مش عايز استنى اصلا. حلو قوي. طعمه يعني تحسه احلى من الطبيعي عشان الواحد مش متعود ان هو ياكل بقاله فتره. مفيش اللي هو الاحساس المبالغ فيه اللي الناس كانوا بيتكلموا عليه. بس حاسس ان بقي علشان ما لمسش اكل بقاله كتير، اللمسه بتاعه البطيخ جوه البق غريبه قوي. ودي يا جماعه كانت نهايه تجربتنا للصيام 72 ساعه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا فولو، ولو عندكم اقتراحات لتحديات تانية نجربها احنا الاتنين سوا اكتبوها لنا في الكومنتس.